انت ما تصير لك شاره وتعبتيني. خايب هي ما صوتك، صوت القسمة جابتني الك، الله اكبر عليك. هاي ام خير، ايش بيكم من الصبح؟ ترضينا من البارحه قلت لها غسل الدشداشه اروح وارجع القى الدشداشه بنفس المكان وبعت وسخه. يما قول يا الله صلى على النبي. يما ليش ما غسلت دشداشة زوجك؟ عمه والله تعبانة من شغل البيت ونمت ديج ما ادري بروحي والله. وانا هيك مره ما اجنيها، انت طالق طالق. ايش دير بالك يما تحكي هاي السالفه، عيب، مو على ابسط الاشياء وصحت انت طالق طالق. لا يما عيب، ترى الزوجين يتفاهمون بيناتهم وكل شيء ينحل بالبساطه، مو بعد كم يوم تاسسون عائله، شلون راح تنحل بيناتكم؟ شد قلوب العالم كلها بسببها. لا هي ولا انت، واذا تحبون وتعزوني عوفوا هاي السوالف، انتم صرتوا كبار وبعد كم يوم تسوون عائله ويجونكم اطفال، كافي. يلا مدي يا حبيبتي، تعي بوسي زوجك وهو يبوسك ونفض هذا النزاع، وانا راح اتكفل بكل شيء، راح اغسل الدشداشه وانتم روحوا ارتاحوا. لا عمه لا، انا اغسل الدشداشه. يا عيون عمتك انت، ترى الستر حلو ومطلوب بين العائله، وهد تشوفي المحاكم متروسه حالات طلاق واحنا ما نريد نصير نفسهم. بعد امك الله يحفظك، الله يسلمك ان شاء الله.